تخيل معايا إن من 2000 سنة كان في عالم رياضيات موجود في اليونان، والعالم ده قدر يحرق أسطول من السفن من غير استخدام نار. قدر يحرق السفن باستخدام المرايات. بس هل فعلا القصة دي حقيقية ولا مجرد خيال؟ النهاردة هنحكي قصة لأرشميدس اللي حير الناس كلها. القصة بتبدأ معانا في القرن الثالث قبل الميلاد في مدينة اسمها سيرياكيوس في صقلية. أرشميدس ده كان عالم عبقري جدا، وفي الوقت ده مدينة سيرياكيوس كانت هتتعرض لهجوم من الرومان. وبالفعل الرومان بعتت أسطول ضخم جدا يهاجم من ناحية البحر. وهنا العالم هيرو استعان بأرشميدس عشان ينقذ المدينة. وهنا أرشميدس فكر في فكرة غريبة جدا، قال لي ما نجيبش مجموعة من المرايات المقعرة ونوجه أشعة الشمس دي على السفن. حرارية. هنجيب خشبة زي ما انتم شايفين ونجربها ونحطها عند البقعة على قد الاستطاعة. بصوا كده، شوفوا بدأت تولع اهي، الدخانة طلعت ده وكمان وبالفعل أرشميدس جاب عدد كبير جدا من المرايات البرونزية الكبيرة، وخلى الجنود يصطفوا ويوجهوا المرايات دي على السفن. والأشعة كلها اتجمعت في نقطة واحدة، والسفن بدأ خشبها يسخن، وبدأت تطلع دخان، وولعت النيران في السفن كلها. وهنا الرومان اتصدموا إن إزاي السفن بتاعتهم تولع من غير نار، والأسطول اضطر ينسحب. وهنا تكون نجت مدينة سيرياكيوس من الهجوم ده، واتولدت أسطورة سلاح أرشميدس السري. ناسا ومعامل كتير عملوا التجربة دي، وبالفعل قالوا إن هي ممكن تحصل، بس الموضوع ده محتاج ظروف مثالية. وفي ناس تانية بتقول إن القصة دي اتضخمت مع الزمن وبقت أسطورة، وفي ناس تانية شايفة إن هي حقيقية بس اتنست. بس سواء كانت القصة حقيقية أو خيالية، قصة أرشميدس علمتنا إن العلم والخيال ممكن يهزموا أي سلاح. السؤال هنا، أنت شايف إن فعلا أرشميدس قدر يحرق السفن دي بالمرايات، ولا كانت مجرد أسطورة واتنقلت لحد النهاردة؟ شاركني برأيك في الكومنتات، ما تنساش تدعمنا بفولو ولايك عشان استمر معاكم في الفيديوهات الجاية. اشوفكم في الفيديو الجاي وبقصة جديدة.